بطرس ايش بيه؟ زكريا بطرس ايش بيه هذا الرجل؟ شنو؟ هذا ملحد كافر صليبي. هذا عند امامك ابن تيميه موحد. ابن تيميه يقول ما جاءت به التوراه والانجيل وما جاء به محمد صلى الله عليه واله صدر من مشكات واحده. موحد هذا الرجل ايش بيه؟ زين سيدنا اخونا معاويه، هذه ليله عيد. انا اسالك، انا قرات من كتب الشيعه لو من كتب السنه؟ نعم انت قرات من كتب السنه، بس انت عم بتعرف القول. احسن، صلح لي، انا غلطان، انت صلح لي. الان عثمان بن عفان يقول انه ابن حجر يقول اوصى وكتم وعهد الى عبد الرحمن بن عوف، كذاب ولا صادق؟ يا استاذ الحديث ببلش باصول. انت عم بتتفضل بتقول انه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه انه كان امام وبعد سيدنا النبي، التحق في سيدنا ابو عبيده، وسيدنا ابو بكر كان جندي معه. نعم امر النبي امر، اذا عطف سيدنا هو انا هذا اللي اقوله، امام انا اللي اقوله انه ابو بكر هو مجرد جندي، لكن اللي يصلي خلف عمرو بن العاص، خلف عمرو بن العاص مشهودته يعني. حجي سؤال بريء، سؤال: ابو بكر اهل للقياده ام ليس اهلا للقياده؟ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حكيم. انا ما سالتك عن حكيم، هل هو اهلا للقياده ام ليس اهلا للقياده؟ نعم اهلا نصبناه بالعشره. احسنت. طيب اذا كان اهلا للقياده، لماذا النبي صلى الله عليه واله وسلم يظلم هذا الرجل الذي هو اهلا للقياده ولا مره يطلع قائد، دوم يطلع جندي؟ ليش؟ يا استاذ ميتم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد سيدنا عمرو محنك بعته بجهه بيعرف يتصرف اكثر من سيدنا ابو بكر. انا ما اترك من غزوه ذات السلاسل، انا ما اتكلم عن غزوه ذات، انا اتكلم عن كل الغزوات. ابو بكر اهلا للقياده، لماذا النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يخرج هذا الرجل الذي هو اهل للقياده ولا قاد له ولا غزوه؟ لماذا؟ هل النبي ظلمه ام انه ليس اهلا للقياده؟ والله يا استاذ موسم انا برد سريع، انا بديت على سيدنا ابو بكر بجاوب مباشر. سيدنا ابو بكر سيدنا النبي عم يحضر ولا بعده؟ انا جاوبتك كم مره صار. انا سؤالي لماذا لم يخرجه قائدا ولا على غزوه ولا على فصيل ولا على سريه؟ لماذا؟ سيدنا ابو بكر كان يخرج سيدنا عمر مع سيدنا النبي على اليمين وعلى اليسار. لا خليك من اليمين. النبي صلى الله عليه وآله بعث غزوات ما فيها النبي ما موجود فيها، خليك اليمين واليسار. لماذا لم يبعثه قائدا ولا غزوه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما امر ينفذ. عمرو ينفذ ماشي، بس هذا رجل اهلا للقياده، لماذا يظلمه؟ لماذا ولا مره طلع قائد؟ ليش؟ اذا طلع جندي لماذا؟ لأنه سيدنا النبي أمره كأمر الله، ما حدا قال له لماذا. يا أخي أنا ما أتكلم عن الأمر، أتكلم عن هذا الرجل القائد الهمام الحكيم البطل المغوار أبي بكر عتيق بن أبي قحافة. لماذا هذا الرجل يبخسه النبي حقه؟ لماذا؟ بغزوة ذات السلاسل طلع جندي، زين؟ بأحد طلع جندي حتى اللواء ما انطى، زين؟ مع وجود هسه على الأقل شيء ينطي. أبو بكر قائد والنبي هو القائد، على الأقل ينطي يحمل اللواء، زين؟ يوم بدر ما انطى اللواء، هسه على الاقل يطلع حامل للواء. طيب في مع اسامه في غزوه اسامه اخر حياه النبي صلى الله عليه واله باسانيد على شرط البخاري، ابو بكر كان جندي وعمر كان جندي عند اسامه غلام صغير. يقول له في سير اعلام النبلاء للذهب بسند صحيح حينما يسلم عليه في امارته، عمر في امارته: السلام عليك ايها الامير. يقول لاسامه: لقد مات رسول الله صلى الله عليه واله وانت علي امير. هذول القوات ليش ما يطلعهم؟ ليش يظلمهم حقهم؟ هذا عمر، هذا هازم المجوس فاتح بلاد كسرى. ليش النبي ظالمه؟ ليش؟ سيدنا النبي ما في ارحم منه، اعطاهم حقه. سيدنا النبي حق يجهز ولا بعده؟ اعطاهم حقهم، يعني حقهم جنود وليسوا قاده، حقهم جنود وليسوا قاده، صح؟
نحن ايش بيقول سيدنا النبي من نفسه؟ يعني اعطاهم حقهم حبيبي، انت تقول اعطاهم حقهم، يعني حقهم واستحقاقهم انهم جنود، النبي يراهم جنود ما يراهم قاده، صح؟ سيدنا علي وين كان وقت كان سيدنا عمرو قائد؟ علي بن ابي طالب ما في اي غزوه من الغزوات كان فيها وتامر عليه واحد، اتحداك ابد. ما في غزوه طلع فيها علي بن ابي طالب اذا ما كان هو القائد. اعطيني واحده فقط. معركه القادسيه وين كان سيدنا علي؟ ويابا معركه القادسيه بزمن عمر. احنا نتكلم عن النبي. عندما أذلوا كسرى وين كان سيدنا علي؟ فيك تجاوب؟ علي بن ابي طالب عليه السلام معركه القادسيه هذا وقت عمر. هاي مو وقت النبي، احنا نتكلم عن وقت النبي. انت تقول النبي كان يعطيهم حقهم، يعني حقهم انهم جنود، صح؟ ليسوا قاده، صحيح؟ صحيح. سيدنا النبي لماذا جعلتموهم قاده لا حقهم جنود؟ كيف جعلتموهم قاده والنبي كان يرى ان استحقاقهم جنود وليسوا قاده؟ كيف جعلتموهم قاده وهم لا يستحقون القياده؟ والله خلينا نشوف ابو سلطان يقدر يجاوبك. لحظه استاذ معاويه، تفضل ابو سلطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا عليكم السلام، اهلا بابي سلطان. اولا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض اللهم عن صحابته الذين آذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اولئك هم المفلحون. اما بعد، والله استفزتني بشغله واحده يا حاج وعد عندما قلت ان الشجاعه منحصره في القتال يا اخي الشجاعه تاتي في المواقف، الشجاعه تاتي في موقف رجل يوقف يعني الان بس لحظه شيخنا ابو سلطان بس اذا تسمح لي. اول شيء انت جاوب على الحلقه. اول شيء عثمان لما قال ان استخلاف ابي بكر من الله هذا كذب. عثمان لما قال الان ان الزبير خيرهم لما قال الزبير خيرهم، كاذب ام صادق؟ يا أخي هذول الصحابة، لكل صحابي جليل فضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو قال خيرهم في البخاري شوف الهروب. وولى علي على النساء والصبيان، يعني ليش أنتم تنكرونها علي ولا أخونا يا شيخنا الآن عثمان بن عفان أنتم صدعتوا رؤوسنا تقولون علي بن أبي طالب أفضل أهل زمانه. عثمان بن عفان يقول خيرهم الزبير، كذاب ولا صادق؟ اثناهما صادق، ولكل منهم نظرة. يعني أنا أذكرك في حديث موجود عندكم. السؤال أذكرك يا ميثم الموسوي، اسمعني؟ ايه يا ميثم الموسوي، أذكرك في موقف عندما ولى أسامة بن زيد جيش المسلمين وترك علي وولاه وخلفه على النساء والصبية. يعني هل نقول إن أسامة أفضل من علي؟ انت الظاهر انت تخلط ماء ولبن مثل ذاك الرجال. صحيح عند احمد بن حنبل في علي بن ابي طالب عليه السلام خلفه النبي صلى الله عليه واله. اسمع في تبوك وليس في مؤتة يا رجل. في مؤتة النبي صلى الله عليه واله امر ابو بكر وعمر، والآن أقرأ لك الأحاديث وأتحداك أنت وكل علمائك أن توعفوها، والشرط على شرط البخاري، كل رجال البخاري أمرهم أن يكونا جنديين صغيرين عند أسامة الغلام الصغير، وأول من طعن في إمارته عمر بن الخطاب. أحب أقرأ لك الآن، فأنت قاعد تخلط بين تبوك وبين مؤتة. هذا الكلام حينما خلفه في غزوة تبوك، وعند ابن أبي حاتم بسند صحيح، وأحفظ الكلام على قلبي. علي بن أبي طالب عليه السلام حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال المنافقون، يعني أنت وأمثالك، إنما خلفه استثقالا له. فجاء النبي صلوات الله عليه وآله من تبوك وأردف عليا خلفه وهو يقول قالوا إنما تخلفني على النساء والصبيان، فدخل المدينة وهما يلعنان المنافقين الذين قالوا ماذا؟ قالوا خلفه على النساء والصبيان، يعني هذا قول المنافقين. فالنبي لعن من قال إنما خلفه على النساء والصبيان، يعني البخاري عندك قال هذا الكلام وغيره، وابن أبي حاتم اشترط الصحة في تفسيره، كل حديث يخرجه يجب أن يكون صحيح. فدخل المدينة وهما يلعنان المنافقين،
والنبي صلوات الله عليه وآله جاء منين؟ جاء من تبوك. هذه تبوك يا أستاذ التي حاول فيها أئمة قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو أدين كل الصحابة بمحاولة اغتيال النبي، علي الوحيد هو الذي يخرج براءة، لأن علي وين؟ كان في المدينة. فعلي بن أبي طالب عليه السلام بريء، وأصابع الاتهام توجه للمعروفين. واضح؟ واضح؟ الحجر العسقلاني تعرف ماذا يقول؟ بسند قوي، يقول إسناده قوي. قال علي عليه السلام: يا رسول الله أريد الجهاد. قال: يا علي إما أن تقيم أو أقيم. يعني لو أنا لو أنت. شوف 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 منزلة علي بن أبي طالب. ما قال لأبو بكر لو أنا لو أنت، إما أن تقيم أو أقيم، إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه الذين بقوا في المدينة نساء وأطفال وشيوخ مع 80 منافق كما في صحيح البخاري. هؤلاء الذين جماعة كعب بن مالك. كعب بن مالك الآية التي تقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء تاب عليهم. أما البقية يقول البخاري 80 صحابي كانوا منافقين أنزل الله فيهم: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فخلف علي بن أبي طالب خوفا من أولئك المنافقين، وخوفا من الفرس وغيرهم. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب جيش لوحده. لذلك قال له: إما أن تقيم أو أقيم، إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. ويقول ابن حجر إسناده قوي. تفضل الآن. بماذا تجيب على إمرة أسامة على أبي بكر وعمر؟ جنديين صغيرين. جنديين صغيرين. يلا، هل هم أهلا للقيادة أم لا؟ أجب. جميل جدا يا حاج وعد، تسمعني؟ جميل جدا. لا حاج وعد، اترك حاج وعد. أنت وجهت السؤال لي، أنا اللي أكلمك الآن. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى أبي بكر وعمر أهلا للقيادة أم لا يراهما أهلا للقيادة؟ أجب. نعم أهل للقيادة. أعطيني غزوة واحدة تولى فيها القيادة أبو بكر أو عمر ونجح في القيادة. أبو بكر وعمر بن الخطاب أنتم الآن لا تعرفون من الله قادوكم. يا رجل اترك الله ربك شاب أمرك. عندنا كل شيء موجود فيه إلا اللحية والعورة. اسكت. خلينا من الله. أبعد الناس أنتم عن الله. أبعد الناس عن التوحيد. أخونا أبو سلطان حج أرجوك بس خلي أريد هذا الجواب. يا أبو سلطان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت تقول أبو بكر وعمر أهلا للقيادة. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن أبي بكر وعمر أهلا للقيادة، أم إنه ظلمهما حقهما وبخسهما حقهما ولم يعدل معهما، لذلك لم يجعلهما قائدين ولا في فصيل ولا في سرية ولا حتى في سفرة سياحية؟ لماذا لم يخرجهما النبي قادة؟ ليش؟ أكبر دليل أن أبو بكر مؤيد وقادر للقيادة بعد رسول الله، حتى أتى تأييده في القرآن الكريم بآية محكمة. عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو بكر؟ يقول القرطبي رحمه الله: هذه الآية أدل دليل على أن الصديق شجاعا وجريء وقادر على قيادة واستخلاف هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عن حلول المصائب. عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحد الصحابة قالوا محمد لم يمت، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم أحسنت يا أبو سلطان، أحسنت. هذا أبو بكر الآن أنا أسلم لك، أرفع لك الراية البيضاء. ثبتت شجاعة أبو بكر يا أخوان، لأنه قال حينما لحظة أرجوك حينما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فعند مصيبة النبي صلى الله عليه وآله وفاته كان أبو بكر شجاعا، لأنه قال هذا القول وصرح بموت النبي صلى الله عليه وآله. والذي لحظة اصبر. والذي قال، من قال إن محمدا، هذا أحد الصحابة الذي قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي، هذا جبان؟ من قال هذا الكلام؟ أعطني الدليل. عمر
عمر قال هذا الكلام اخواني، الذي قال ان محمدا قد مات وقرأ الآية شجاع، وما جاب طار عمر. ليش؟ لانه من قال ان محمد لم يمت هذا جبان، ما عنده بأس وشده عند المصيبه، واللي قالها عمر. هذا عمر هو اللي قال، وفي البخاري الحديث. لا احنا ليش تقفز؟ بس لا ابو سلطان، شيخنا خلينا مع سيدنا، ليش تقفز على عمر؟ ضعف عمر لا تقمز عليه. حجي اذا يلتزم ابو بكر شجاع لانه قال كذا، فعمر قال عكس هذا، عمر جبان. هو بكيف خليه يختار، خلينا مع ابي بكر. ابو سلطان، انت قلت انه ان ابا بكر قوي شجاع، قال ان الله حي لا يموت. انت عندك الله يموت؟ يا حاج وعد، احنا هذا الكلام اكبر دليل. لا يعني انا اسالك سؤال. لا انا شوف ما خرجت على الموضوع. انا اعطيني وقت مثل ما اسمع، بس جاوبني على هاي واعطي. اسمع، انا ما اريد احصرك، لكن انا بالموضوع. انت قلت اسالك بالله تجاوبني، اسالك بالله تجاوبني. اسمع، انت قلت من شجاعه ابي بكر قال ان الله حي لا يموت. انا اسالك انت ابو سلطان، عندك الله يموت لو ما يموت؟ حاج وعد، اسالك بالله يا حاج وعد. لحظه معاويه بس لحظه معاويه جاوب معاويه بس لحظه بس اشوف معاويه عنده الله يموت لو ما يموت. لحظه، عندما ثبت قلبه عند حلول المصائب يا اخي هذه اكبر. عندما مات رسول الله، موت رسول الله قلبه ثبت. اسمع الان اجيك على ما قلبه ثبت. معاويه الله تبارك وتعالى عندك يموت او لا يموت؟ حاشا لله ان يموت. الله احسن، الله اكبر. يعني معاويه مثل ابي بكر. ابو بكر قال الله ما يموت، ومعاويه هذا الويانا قال الله ما يموت. شنو الشجاعه؟ انا هم اقول الله ما يموت. يسالك اي سؤال. الذي يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سيرجع الى هذه الدنيا، ومن قال انه قد ما ضربته بسيفي حتى يقطع ايدي قوم وارجلهم، ما مات النبي. الذي قال هذا عالم لو جاهل، شجاع لو جبان. طيب بس لحظه ابو سلطان انت قلت لي وناشدك بالله ان تجيب هذا السؤال. انت قلت ان ابا بكر قلبه ثبت وانه ثبت في الشدائد. زين، الان انا اسلم معك ان ابا بكر قلبه ثبت في الشدائد وثبت كذا. اعطيني 10 من اللي قلبهم رتشيك ما ثبت. 10. ابو بكر شجاع، ذول اللي ما ثبت الجبناء، في 10 من ذول الجبناء. عمر بن الخطاب جبان، هاي اول جبان. الثاني اسمع ثاني حاج وعد تسمعني؟ انت قلت اعطي 10، اول واحد اللي جبان عمر ما ثبت. الثاني اسمع خليني اكمل لك. بالنسبه لعمر بن الخطاب خليني اصل لك، لا تلقف الكلمه ملاقفه وبعدين تسكر الخط، عيب. شوف، عمر بن الخطاب ما ثبت، هذا الاول. الثاني لا عمر بن الخطاب مو قصه ثبوت وغير ثبوت. عمر بن الخطاب عندما قال هذا الكلام ظن ان محمدا كموسى ذهب للقاء ربه. هذا ظن. عندما ذهب موسى عليه السلام واتاهم السامري ثم رجع فقال ان محمدا ذهب للقاء. احسنت، كان يظن. حجي فدوه مداخله صغيره. عمر كان يحفظ القران لو ما يحفظ القران؟ اعلم الامه يحفظ القران لو لا؟ اجيب. الو ابو سلطان، عمر يحفظ القران لو ما يحفظ القران؟ نعم حافظ القران. يحفظ القران. طيب كيف يقول ان النبي لم يمت والقران يقول انك ميت وانهم ميتون افان مات او قتل؟ يعني عمر واحده من الاثنين، يا اما اسمع، اما ان يكون عمر يحفظ القران، اما ان يكون مكذبا بكتاب الله، او اما ما يحفظ القران. ماذا تقول؟ قال ذهب للقاء ربه وسيعود. لا تكذب يا مجرد. يا رجل يقول من قال ان محمدا قد مات ضربته بسيفي. النبي لا يموت،
لن يموت حتى يقطع أيديهم وأرجلهم، وأنه ذهب كما ذهب موسى وسيرجع إلى الدنيا، يرجع مرة ثانية، ما يموت النبي عنده، يظل إلى آخر الدنيا عنده، النبي ما يموت. هذا يحفظ القرآن لو ما قلت يحفظ القرآن، يعني عمر يكذب الله؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. عمر وما أدراك ما عمر، لولا عمر ما عرفت من الله أنت. أنتم كنت عبد ولاعة، كنت عبد ولاعة، والنار ما الولاعة. تحفرون عمر على صدوركم. لولا أستاذ أبو سلطان، شيخنا الحبيب أبو سلطان، لا أنا من النوع اللي أحب هدوءك وأحب أتناقش وياك من هدوء. أنت قلت إنه عمر هذا من ظن عمر بن الخطاب، إذن اليقين عند أبي بكر والظن عند عمر، تسلم؟ شاء الله أن تجتمع مدينة العلم بحلم أبا بكر وشجاعة عمر بن الخطاب. الآن عمر بن الخطاب ظن، اسمعني يا شيخنا ألو مو هذا سؤالي. أنت قلت لما السيد ألزمك بأن عمر بن الخطاب لم يكن يعرف الكتاب هذه الآية، وقال إنه مات وسيرجع، النبي ما مات سيرجع وما أعرف إيش، قلت إنه ظن عمر بن الخطاب في قبال يقين أبي بكر. الآن اليقين عند أبي بكر والظن عند عمر، صح ولا أنا غلطان؟ كان لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه شجاعة طبيعية، شجاعة دينية. وعمر ما كان شجاع، مو فهمناها، ولك تجاوب على السؤال. شلون بلوى يا ربي؟ عمر اسمع بس أقول لك، عمر بن الخطاب، شوف عمر بن الخطاب، عمر ظن، بدي أقول لك إياها، كان عكس أبا بكر، كان فيه شجاعة بحلم وفيه شجاعة الآن عمر يظن، الله أكبر يا ربي، بسألتك سؤال، عمر كان يظن